بيبدأ الفيلم سنة 1980 في سفينة في عرض المحيط، وكل اللي عليها بيرقصوا ومبسوطين إلا بنت صغيرة اسمها كيتي لأن معهاش حد من عيلتها، وكانت المغنية فرانشيسكا بتغني والكل بيرقص على أنغامها، ولكن واضح إن بينها وبين واحد من الطاقم نظرات، وواضح إنهم بيحبوا بعض. أما كيتي كانت قاعدة متضايقة لوحدها لحد ما القبطان بيعرض عليها ترقص معاه، فبتقوم ترقص معاه. بس على ظهر السفينة كانت بتحصل حاجة غريبة، لأن في حد رمى المرساة واللي سحب حبل حد جدا عدى من نص السفينة قسم كل اللي كان بيرقص لنصين. وكيتي بتصرخ من اللي شافته لأن المنظر كان صعب، خصوصا لما شافت القبطان بيتقسم قدامها، ولأن هي الطفلة الوحيدة الحبل ما قسمهاش. بس عشان تعرفوا حصل لها إيه كملوا معايا. بنوصل لسنة 2002 وبنشوف مورف وفريقه من البحارة اللي مهمتهم إنقاذ السفن الغرقانة القديمة تحديدا، أو استخراجها من البحر وبيعها بثمن عالي لأنها تعتبر كنز بالنسبة لناس تانيين. وبنشوفهم وهم بيواجهوا صعوبة في السفينة اللي بينقلوها حاليا، واللي أخدت منهم أكتر من 3 شهور على ما خرجوا من القاع. ولما مورفي بيلاقي إن الوضع صعب والسفينة هتغرق، بيأمر فريقه تحديدا إيبس إنها تتخلى عنها، بس مش بتسمع الكلام وبتربط حبل وبتنزل بالقاع السفينة عشان تحدد المشكلة. ولقيت شرخ كبير فيها واللي دخل كمية مية كبيرة وممكن تغرق السفينة، ومورف قرر يتخلى عنها. بس إيبس عرفته إنها مش هتضيع 3 شهور من محاولة استخراجها عشان شرخ صغير، وقطعت الحبل ونزلت تلحم الشرخ، وزميلها حصلوها وقدروا إنهم يقفلوا الشرخ، وفعلا وصلوا بيها للمينا. وبالليل كانوا بيحتفلوا بالفلوس اللي كسبوها من بيع السفينة، وبيهنوا نفسهم كأفضل فريق إنقاذ للسفن. ولكن بيسمعهم واحد اسمه جاك واللي بيروح يتعرف عليهم، وبيطلب من مورفي يتكلموا لوحدهم. بس مورفي عرفه إنه مش بيخبي حاجة على فريقه لو بخصوص الشغل، فجاك دخل في الموضوع وعرض عليه الصور لمركب وسط البحر. فإبس سألته إيه المميز فيها. عرفهم جاك إنه طيار خاص وشاف السفينة دي من أسبوعين في عرض البحر، ولكن لما حاول يتصل بيها ما جمعش معاه، وبعدها بأسبوع شافها تاني قرب المكان الأول وشك إنها مهجورة. مورف بيقول له هات من الآخر عايز إيه. بيعرفوا إنه عايز 20% من قيمة السفينة أيا كان قيمتها إيه. بيقول له مورف يسيبهم لوحدهم شوية، فبيسيبهم يتناقشوا وبيسألهم مورف عن رأيهم. وإبس بتكون شايفة إنها فرصة سهلة يجنوا منها فلوس، خصوصا إن السفينة طافية مش غرقانة، لأن غرير اعترض لأن بقاله 6 شهور في البحر والمفروض فرحوا بعد شهرين ولازم يرجع لخطيبته. لكن باقي الفريق كان مأيد إنهم يروحوا من غير غرير مش هينفعوا، وسأل لو يكلف حد تاني بيها، لكن زمايله اقنعوه انها فرصه سهله ومش هتاخد منهم وقت كبير. فبيوافق غرير ومورف بيعرفهم ان الاسم هتكون بالتساوي، وبكده يكونوا اتفقوا. بيرجعوا ينادوا لجاك ومورف بيقول له انه هياخد 10% بس من المكسب، ولو مش عاجبه يشوف غيرهم. بس جاك بيشترط يروح معاهم، لكن مورف بيرفض. فبيقول لهم انه مش هيقول له على مكان كنز ويفضل قاعد مكانه مستنيهم ويمكن يضحكوا عليه، فبيضطروا انهم ياخدوه معاهم. بنشوفهم كلهم في سفينه مورف اللي بيسال جاك لو مبسوط بالرحله، فبيقول له لا لانه متعود على الطيران، ولكنه بيسال ايبس ايه يخلي بنت زيها تسافر مع شباب بتعرفوا انها تملك تلت المشروع وهم العيله الوحيده اللي تعرفها. على ظهر المركب كان سانتوس بيوجه السفينه، الا ان الرادار لقط حاجه فطلب من مورف يطلع له بسرعه. فبيطلع وبيقول له انه شاف حاجه على الرادار لكن مش قادر يشوف السفينه على الحقيقه. وبيحاول مورف يتاكد من كلامه بس مش بيكون شايف حاجه، فبيطلب من دوجي ينور الاضواء، وفي لحظتها بيخبطها في السفينه اللي كانت مختفيه عن الانظار فعلا. والكل طلع يشوفها، ومورف عرفهم انها باخره كبيره فقدت من سنين، والكل كان بيدور عليها لان ما كانش لها منافس، خصوصا ان القبطان ما طلبش استغاثه واختفت فجاه، وعرفهم انها كنز وجه لحد عندهم. بعدها الفريق كله بيطلع للسفينه الا غرير وجاك اللي رفضوا ياخدوه معاهم علشان سلامته. بنشوف مورف مع ايبس وبيقول لها تخلي بالها لان الصدى ممكن يكون اهلك السفينه، لانها اختفت من سنين فاكيد لازم تكون صدت. بيبدا الفريق يدور في السفينه على اي كنوز او طرا يحركوها بيها، لكنهم شافوا ساعه جديده وعرفوا ان في حد جالها قبلهم، بس اكيد ما عرفش يتعامل معاها. بعدها كلهم سمعوا صوت غريب وكان جاي من ساعة أول ما قربوا منها، دقت بصوت عالي وكلهم اترعبوا. بس مورف بيقول لهم اتحركوا وكفاية لعب لحد كده، ولكن محدش أخد باله من الحروف اللي لفت لوحدها وكتبت أهلا بيكوا في السفينة. وطول الوقت ده كان غرير بيحاول يتواصل معاهم بس إشاراتهم انقطعت خالص، وده كان غريب بالنسبة ليه. بنرجع للفريق اللي بيكمل طريقه وبيلاقي باب بيوصلهم لصالة السفينة، ولكن موند وقع في فتحة وكان هيقع للصالة، بس فضلوا ماسكينه وإبس كانت بتحاول تشده، لكنها شافت كيتي تحت وبتبص لها واترعبت من المنظر بس ما تخلتش عن موند. بيوصلوا أخيرا لغرفة القيادة، ومورف بيقول لإبس إنهم عايزين ياخدوا بيانات السفينة ويتحركوا بسرعة، بس لاحظ عليها إنها خايفة فبيسألها لو بخير، فكدبت عليه إنها كويسة ما رضتش تتكلم عن كيتي. ورجعوا لشغلهم من تاني، لكن بيلاقوا ساعة تانية رقمية، فبيقول لهم مورف إنهم مش أول حد يطلع للسفينة ده ولازم يخلصوا شغلهم بسرعة. بيرجعوا سفينتهم تاني وجاك بيسأل عن الوضع، فبيحكي له مورف قصة سفينة تشبه سفينته واللي لما لقوها ما كانش عليها لا طائم ولا قبطان ولا حتى ركاب، زي حال السفينة دي تماما تعتبر سفينة أشباح.
بيضحك الكل على مورفي اللي بيسألوا ايه العمل، فبيعرفوا ان سحبها هيكون مستحيل بالنسبة ليهم، وكمان مش ضامنين انه يسيبوها ويرجعوا بسفينتهم اكبر يكون حد سباهم واخدها. وقال لهم الحل ان المحركات تشتغل تاني وسائل غرير لو يقدر يعملها، فقال لها هتاخد اسبوعين اقل حاجة، فقال له يبدأ الشغل من بكرة. بره كانت إبس قاعدة لوحدها، فجاك راح لها يسألها مالك، فحكت له على كيتي اللي شافتها في السفينة، وقالت له انا حاسه اني شفت حاجه ما كانش ينفع اشوفها. بعدها سابته عشان تنام. تاني يوم الفريق كله بيبدا يفحص خطه صيانه السفينه، وغرير عرفهم ان الشغل هياخد شهور مش اسبوعين، وبكده هيتاخر على فرحه. كان عايز يبلغ خفر السواحل عنها لكن مورف رفض، لان القانون بينص ان مش هيكون لهم حق فيها، يعني هيخسروا. فيحاولوا يصلحوا المحركات ويسدوا الشروخ اللي مسببه تسريب للميه، وبينزلوا بعدها للسفينه. وسانتوس كان بيصلح المحركات تحت لوحده، وبيكلم صورة العربية اللي نفسه يشتريها ومبسوط انه قرب يجمع ثمنها. اما مورف بيدور في السفينة على أوضة القبطان. في نفس الوقت كان كل واحد الطاقم اخد طريق مختلف في دور على اعطال في السفينة. ومورف بيوصل لأوضة القبطان بس بيطلب من غرير يسيبه لوحده فيها لأنهم قادة زي بعض، فبيضحك غرير باستهزاء وبيخرج بره. وبنشوف إبس لما وصلت لحمام السباحة الفاضي ولقت فيه طلق رصاص فاضي كتير، ولما جت تخرج شافت البنت مرة تانية، ولكن المرة دي شافت حد تاني شكله وحش معاها، وبسبب ده وقعت في الحمام من تاني. بنشوف موندو وهو لسه بيدور على سبب التسريب لحد ما بيتقابل هو ودوجي وبيلاقوا السبب، ولكن كان لازم يغوصوا علشان يصلحوه. بيحاولوا يتواصلوا مع إبس عشان يعرفوها ان المحركات غرقانة في المية، بس ما كانتش بترد لانها كانت لسه بتحاول تقوم بعد ما اغمى عليها، بس اللي ما شافتوش السفينه وهي بتبلع دمها. ولما دورت على البنت كانت بتجري قدامها وما رضتش تقف. نرجع لمورف اللي لقى في اوضه القبطان مشرط فيه دم وكمان مشروب لسه سليم، ولما مسكه اتخض لانه شاف القبطان في المرايه. اما جاك بيقابل إبس اللي بتقوله انها شافت البنت تاني، فبيسالها لو كلمتها، بس بتعرفوا انها هربت تاني. واول ما بيتحركوا بيتملي الحمام بالميه واللي كانت عباره عن دم وفيها جثث ناس كتيره. اما غرير بيسمع في اللاسلكي صوت اغاني، فبيحاول يتواصل مع فريقه ويسالهم لو الصوت من عندهم، بس محدش رد عليه. اما إبس وجاك لقوا فتحه، وإبس اكدت له انها للتهويه بس. بمجرد ما فتحوها غرقوا بالميه، والصدمه انها كانت مليانه بالجثث اللي مش عارفين هي من امتى. وإبس حاولت تكلم مورف الا ان الاشارات انقطعت بينهم تماما، والباب اللي دخلوا منه اتقفل من بره، فكان لازم غصب عنهم يكملوا طريقهم بين الجثث. نروح لغرير اللي بيوصل لصاله السفينه وبيشوف صوره المغنيه وبيعجب بها لانها كانت جميله. نرجع لإبس وجاك اللي شاف عربيه نادره في السفينه وراح يتفرج عليها، لكن إبس بتزعق له علشان لازم يتحركوا لان الموضوع بقى خطر. لكنها لما قربت من العربيه شافت جنبها اكوام فلوس وتحتها حاجه بتتحرك، ولما شالت الفلوس لقت صناديق فتحتها، وكانت المفاجاه انها مليانه بالذهب. فطلبوا من مورفي يجي لهم بسرعه، لكنه ما كانش بيرد برضه. قرر الاتنين يدوروا عليه، لكن بيلاقي اشباح في طريقهم، بس بيطلعوا دوجي وموندا عاملين فيهم مقلب. فبتتعصب إبس عليهم وبتقول له ان في حاجه مهمه، وبتوريهم الذهب اللي لقوه في اوضه الحموله. طبعا راحوا يشوفوه واتفاجئوا ان كل الصناديق مليانه بالذهب، وحسوا انهم اخيرا حققوا اللي كانوا بيتمنوه. ولما مورفي شاف الذهب وعرفهم انه مختوم، وده معناه انه مسروق وحد من اللي على السفينه سرقه، ولكن في طريقه انهم يخفوا الختم من عليه ويكون الذهب ليهم. لكن غرير اعترض وقال لهم انه مش مرتاح للسفينه دي، وانه سمع صوت ست بتغني عليها، فاتريقوا كلهم عليه وقالوا له انهم هيرجعوا بالذهب عشان يتجوز في اسرع وقت. بيسالوه مورفي ايه العمل، فبيعرفوا من الذهب مسروق، لكن قانون البحر بيقول ان اللي يلاقي حاجه يبقى هو مالكها الجديد. وبيعرفوا انه هيرجع بالذهب ويسيب السفينه، وبيسال مين معاه، وطبعا الكل بيوافق بما فيهم جاك. فبيخرجوا بسرعه من السفينه، واللي كان لسه فيها هو سانتوس اللي بيلم عدته وهو فرحان عشان بقى مليونير. اما غرير كان بيستعد لتشغيل سفينتهم عشان يسحب صناديق الدهب لمركبهم، وبيستعجل سانوس علشان يمشوا لانهم هيتحركوا. وفعلا مورف ادى امر التشغيل، وقتها سانتوس شم ريحه غريبه وكانت ريحه تسريب للغاز، فعرف انها تكون نهايته. فوق السفينه كانت كيتي بتصرخ عشان ما يشغلوش السفينه، لكن ما لحقتش والمحركات انفجرت ومات سانتوس فورا، واتصاب غرير كمان وكان هيغرق، بس إبس انقذته. وللاسف خسروا سفينتهم وكلهم طلعوا على الباخره من تاني. ودوج اتخانق مع جاك لان هو السبب ورا انهم جم هنا، بس فكرهم ان كلهم وافقوا يجوا وكمان لسه معاهم الذهب. إبس هدتهم وعرفتهم ان الذنب مش ذنب حد، وكل واحد منهم جه هنا بإرادته، وقالت كده لانها شايفه مورف محمل نفسه الذنب ورا موت سانتوس، لكنه سابهم ونزل للسفينه من تحت. اما إبس بتقول لهم ان مفيش غير حل واحد، انهم يصلحوا السفينه وتتحرك بيهم، والا هيفضلوا هنا وقت طويل ويموتوا. وبتقول لموندو ان هو الامل الوحيد لهم، بس بيعرفها ان صعب يصلحها وكمان صعب يبدا حالا، فبتقول له يبدا بالنهار. وبتسال غرير لو مستعد يصالحهم، لكنه بيتعصب عليهم وبيقول له انه حذرهم من السفينه والذهب والطمع اللي كانوا فيه، وكان هيطلب غفر السواحل لكن منعوه. واللي حصل انهم هيموتوا هنا كلهم واتخانقوا سوا، وبعدها غرير نزل لتحت هو كمان. اما إبس كانت عايزه تعرف سر الطفله كيتي، فراحت تراجع اوراق الركاب، وكان الاطفال اعدادهم قليله، فعرفت رقم اوضتها بسهوله. في نفس الوقت كان موندو ودوج تحت،
ولقوا اكل واستغربوا انه لسه سليم طول السنين اللي فاتت، فقعدوا ياكلوا منه. تحت كان غرير بيشرب ومتعصب لانه هيفوت فرحه. اما ابس فرحت لاوض الركاب وفضلت تنادي على كيتي، ولكن حصلت حاجه غريبه لما كل الابواب اتقفلت واتفتح باب واحد بس ليها. تحت كان دوجي وموندي بياكلوا وهم مبسوطين، لكن موندي بيقول لدوجي يشيل اللي على بقه، وكانت الصدمه لما شافوا الاكل اللي بياكلوه كل دود حي، فقاموا ورجعوا كل اللي اكلوه. اما ابس وصلت لاوضه كيتي وفضلت تدور في اوضتها لحد ما لقت سلسله وعروسه ليها، وفتحت دولابها وكانت الصدمه لما لقت جثه متعلقه في الدولاب وكانت جثه كيتي. نرجع لغرير اللي كان في قاعه الحفلات، وفجاه لقى كل حاجه بتتحول من حواليه، وبيشوف المغنيه وهي واقفه بتغني وبتشاور له علشان يجي لها. كان مرعوب وخايف منها، لكن المشروب خلاه يفكر انه بيتخيل. عند مورف كان في اوضه القبطان وقاعد يشرب معاه. اما ابس اخذت سلسله من رقبه الجثه ولقت فيها صورة كيتي مع عيلتها واللي ظهرت من وراها وخضتها طبعا، وطلبت منها ما تقفلش السلسلة لأنها ما شافتش عيلتها من زمان، وعرفتها إنهم سافروا لبلد تانية وكانت مسافرة ليهم، وبتفرجها على فستانها اللي مامتها خيطته ليها، وبتقول لها إنها بتفكرها بيها، لكن إبس بتقول لها ما أظنش، وبتحاول تديها السلسلة لكنها بتمر من إيدها، فبتتأكد إنها شبح فعلا. أما مورفي كان بيشتكي للقبطان من نفسه لأنه أهمل سانتوس ومات بسببه، بس القبطان بيوريه صورة لسفينة لورلاي، ودي اللي كان عليها الذهب وكانت شبه غرقانة، واللي نقل منها الدهب لسفينته قبل اختفائها بيومين من نقل الدهب الملعون. بيسأله مورفي لو كان عليها ناجين، بيقول له واحد بس، وبيديه صورته، ومورفي بيتصدم لأنه شاف حاجة رعبته. نرجع لغرير اللي كان ماشي ورا المغنية وفاكر إنه بيتخيلوا إنهم مش أشباح، وفي أوضة كيتي كانت بتعرفها إن أهلها ماتوا وإنها عشان شبح تعرف ده كويس، بس كان نفسها تبقى معاهم، لكن بسبب مشكلة على السفينة أرواحها هي وكل الركاب مش بتفارق السفينة. ولما بتسألها إبس مين السبب، سقف الأوضة كله بيبقى دم، وبتخاف كيتي وبتقول لها إنها مش هتتكلم عشان كده لازم تسيب السفينة وبعدها بتختفي. أما مورفي كان بيدور على فريقه عشان يمشوا بسرعة من السفينة، ولكنه بيقابل شبح سانتوس اللي بيتخيله هو بيعاتبه لأنه السبب ورا موته، فطلع يهرب منه لكنه قابله تاني وبدأ يهاجمه، ومورفي من خوفه بدأ يجري منه. أما غرير فضل ماشي ورا المغنية لحد ما وقع في حفرة كبيرة جوه السفينة ومات، وبعدها اتحولت المغنية لشبح شكله وحش جدا. أما إبس كانت بتدور على مورفي، ولما لقيته كان شكله خايف فبتسأله لو كويس، لكنه بيتخيلها سانتوس وبيهجم عليها وكان هيقتلها، لحد ما بيوصل جاك وبيضربه على راسه، وبعدها بيحبسه في خزان ميه فاضي لحد ما يصلحوا السفينه ويرجعوا الشط، وبعدها يشوفوا هيعملوا معاه ايه. بس إبس كانت مستغربه لانه اول مره يعمل كده معاها. بيتقابل بعدها اللي بقى من فريقها واللي لسه ما يعرفوش ان غرير مات، وبتقول لهم يسرعوا شويه عمليه التصليح لان الوضع بيسوء هنا. فبينزلوا الثلاثه للميه جوه السفينه عشان يفتحوا الصفيات ويخرجوا الميه اللي مغرقه المحركات، لكن الصدى كان مأثر عليها ورجعوا تاني لفوق. وبعدها إبس لقت حل للميه وهي تشغيل مضخات تطردها بره السفينه، وفعلا بدأوا يشغلوها وكان عندهم امل انهم يرجعوا. اما إبس للاسف بتوصل لجثه غرير وبتتصدم من طريقه موته. في نفس الوقت كانت واحده من المضخات اتسدت ونزل موندي يسلكها. اما إبس كانت مع كيت اللي قررت تعرفها سر السفينه وخلتها تشوف اللي حصل سنه 62 لهم لما كان الكل سعيد وبيرقص، لكن القبطان نقل ذهب للسفينه، ومن بعدها كل حاجه اتقلبت، وشافت إبس العصابه هي مخلصه على الطباخين وحطوا في الاكل سم عشان يموتوا الركاب، واللي ما ماتش من السم مات من الحبل اللي خلص عليهم، واللي ما ماتش من الاثنين العصابه خلصت عليه اما بالسلاح او بالرصاص. وإبس بتشوف كيت لما بياخدوها لاوضتها وسط المجزره اللي بتحصل وبيخلصوا عليها بالشنق. بعدها بتشوف إبس العربيه اللي جاك كان بيتفرج عليها في الجراج، وجنبها المغنيه اللي بعد ما بتتاكد ان كل الركاب ماتوا بتخلي واحد منهم يخلص عليهم كلهم، وبعدها بتخلص هي عليه. وبتتصدم إبس لما بتشوف جاك بيقتل المغنيه وبيطلع هو ورا كل اللي بيحصل وبيعلقها من رقبتها في خطاف، بعدها بيوشم ايدها. بتفوق إبس من اللي حصل وبتجري على مورفي تلحقه، بس بتلاقيه غرق ومات، فبتقعد تعيط جنبه. في نفس الوقت كان موندو بيطمن على المضخه وإبس بتعرف، ولما بتشوف جاك مش بتتكلم انما بتدي لدوج سلاح وبتقول له ما يتحركش من هنا ويخلي باله من نفسه، ولكن جاك كان عايز يروح وراها ويعرف بتعمل ايه، لكن دوج منعه وضربه بالرصاص لما استفزه. بعدها راح لإبس ولما عارف انها هتفجر السفينه حاول يمنعها ويغريها بالذهب اللي هيغير حياتهم للاحسن، لكنها بتستغرب من طريقته وبتساله ايه اللي حصل له، فبيعرف جاك انها كشفته وبيرجع لطبيعته تاني، وبيعرفها انه حاصد ارواح زيها، هي بتحصد السفن وهو بيحصد الارواح وبيرجع بيها للعالم بتاعه، لكنه فقد السفينه دي لسبب ما وعايز يرجع بيها لعالمه، وبيطلب منها يسيبها تمشي مقابل انها تسيب الباخره تمشي، لكنها بترفض وقررت تفجرها، فبيضربها وبيرميها في الميه وفضل يغرقها لكنها ضربته
خبطه في رجله وبعدها نشنت على دراع المتفجر وانفجرت الباخرة بجاك. وبعدها شافت كيتي وهي بتدلها على طريق الخروج قبل ما تغرق معاهم لحد ما بتطلع للسطح. اما الارواح كلها بتتحرر اخيرا، وإبس بتفضل عايمة لحد الصبح لما باخرة تانية بتلاقيها وبتوصل للشط، وبنشوفها وهي داخلة الاسعاف. وقبل ما يقفلوا الباب بتشوف جاك وهو طالع لنفس السفينة ومعاه الدهب وعصابته، وقبل ما تحذرهم بيطلعوا بيها بالعربية وهترجع الرحلة من تاني. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. سلام.